نصائح لكل فتاة في العشرينيات، استغليها الآن حتى لا تندمي في الثلاثين. في سن العشرينات نكون ممتلئين بالأحلام، وفي نفس الوقت ممتلئين بالحيرة. نخاف أن نتأخر، ونخاف أن نختار خيارا خاطئا، ونندم عليه فيما بعد، ونظن أن الجميع يعرف ماذا يريد إلا نحن. في هذا الفيديو سأشارككم نصائح واقعية من تجارب حقيقية لسن العشرينات، نصائح لو فهمناها وعملنا بها ندخل الثلاثينات بقلب هادئ وعقل ناضج ونفس متزن. أولاً، على مستوى النفس والعقل. في العشرينات أكبر خطأ يمكن أن نقع فيه هو مقارنة أنفسنا بالآخرين. نرى فلانا نجح، وفلانة تزوجت، وآخر سافر وحقق ما يريد، فنشعر أننا تأخرنا. ولكن الحقيقة هي كل إنسان له وقته الخاص. ما تزرعه اليوم في الخفاء قد يظهر غدا بشكل يدهشك. تعلم في هذه المرحلة أن تقول لا دون تردد أو شعور بالذنب. ليس من واجبك أن ترضي الجميع، وليس من الضروري أن تشرح قراراتك لكل أحد. اختر السلام النفسي، حتى إن كان الثمن الابتعاد عن أناس أحببتهم، لأن من يحبك فعلا لن يرى فيك فقط ما هو سلبي. ثانيا، التعلم وتطوير الذات. كثيرون يظنون أن التعلم ينتهي مع الشهادة، ولكن الحقيقة أن الحياة تبدأ بعدها. في سن العشرينات احرص على تعلم مهارة واحدة على الأقل، مهارة يمكن أن تفيدك في العمل أو تفتح لك باب رزق في المستقبل. اقرأ حتى لو 10 صفحات فقط. القراءة ليست ترفا، بل اختصار لتجارب أناس سبقوك بسنين. ولا تستحقر بداياتك، فكل نهاية عظيمة كانت بداية بسيطة، وكل خبير كان يوما مبتدئا. ثالثا، العمل والمال. في العشرينات تعلم كيف تدير مالك قبل أن يكثر. الادخار ليس بخلا، والتبذير ليس حرية. لا تعش فوق إمكانياتك، ولا تغرق نفسك في ديون لأجل مظهر زائف. في العمل لا تعمل فقط من أجل الراتب، ولا ترفض المال باسم الشغف. ابني سمعتك، فالسمعة الطيبة تسبقك حيثما ذهبت. رابعا، العلاقات. ليس كل من يضحك معك يريد لك الخير، وليس كل من بقي طويلا مكانه أن يبقى دائما. اختر العلاقات بعناية التي تضيف إلى حياتك، لا التي تستنزفك. لا تدخل علاقة لملء فراغ، فالفراغ لا يملأه إلا فهمك لنفسك. وإن تألمت فعالج ألمك الآن، لأن الجروح المؤجلة تكبر مع الزمن. خامسا، الاهتمام بالنفس والأنوثة. صحتك في العشرينات هي رأس مالك في الثلاثينات. نظمي نومك، اعتني بجسدك، ولا تهملي نفسك بحجة الشباب. الأنوثة ليست مظهرا فقط، بل وعي وحدود واحترام للذات. خذي وقتا لنفسك دون شعور بالأنانية، فالنفس المتعبة لا تعطي. سادسا، الروح والإيمان. في هذه المرحلة ثبتي علاقتك بالله، فحين تتغير الأشخاص وتتبدل الظروف يبقى الله هو الثابت الوحيد. لا تستهيني بالدعاء في جميع حالاتك، في الحزن كما في الفرح، فكثير مما نعيشه اليوم كان دعاء قديما.
تعلم الامتنان، فالامتنان يغير نظرتك للحياة قبل أن تغير الحياة نفسها. خلاصة: تذكري أيتها الأنثى الجميلة، العشرينات ليست سباقا، وليست ضغطا للوصول السريع، هي مرحلة تأسيس صامت لتدخل الثلاثينات وأنت تعرف من أنت، وماذا تريد، وما الذي لن تقبله أبدا.